انا اسمي هالة، اتولدت في عيله غنيه جدا. كنت اخر العنقود وكنت متدلعه قوي، وكل حاجه نفسي فيها كانت لازم تتعمل، وكل طلباتي كانت اوامر. وفي يوم من الايام اتقدم لي شخص علشان يخطبني. مستواه المادي اقل مني بكتير، بس انا وافقت لان شكله كان وسيم جدا جدا. وتم الزواج، ولكن بعد فتره زوجي مبقاش قادر على مصاريفي، لانه متعود اعيش في مستوى مادي معين. فكان دايما يشتكي ويقول لي خف شويه من المصاريف والحاجات اللي ملهاش لازمه، وقدري ظروفه واحس بيها شويه. كنت ارد عليه واقول له دي مش مشكلتي، انا لما كنت في بيت اهلي كنت عايشه كده واحسن من كده كمان. وعدت فتره بعد كده، وجوزي كل يوم والتاني يتكلم معايا في الموضوع ده، واني لازم اراعي ظروفه شويه. بصراحه انا ما قدرتش اتنازل عن المستوى اللي كنت عايشه فيه، وفضلت ماشيه زي ما متعوده، لحد ما جه يوم وجوزي قال لي انه مش قادر اكتر من كده، وانه بقى مديون لكل اللي حواليه. وقال لي انه هيطلقني، وان رجوعي بيت اهلي للمستوى اللي كنت فيه ده احسن ليا وليه. وفعلا تم الطلاق، ورجعت بيت اهلي وفضلت مطلقه لمده 3 سنين. بعد كده اتقدم لي شخص كان غني جدا جدا، ولكن كانت مشكلته انه كان متجوز، وكان عايز يتجوز تاني علشان زوجته ما بتخلفش، وهو كان عايز اولاد. ولكن انا رضيت وقلت لنفسي طالما غني ومعاه فلوس كتير يبقى ما فيش مشكله. مراته الاولى ما رضيتش انه يتجوز عليها، وقالت له يا انا يا هي، وهو اختارني انا لانه كان عايز اولاد، وبقيت انا بس اللي على ذمته. سفر وخروجات وفسح وكل اللي بتمناه هو كان بيحققه. عشت معاه العيشه اللي انا عايزاها، كل اللي كنت بحلم بيه وبطلبه كان مجاب، اكتر كمان مما كنت عايشه في بيت اهلي. وبعد سنه جواز حصلت المعجزه وحملت. مش قادره اقول لكم فرحه جوزي كانت عامله ازاي، كان فعلا طاير من الفرح، وربنا رزقني ببنت. وبعد سنه حملت مره تانية، وجبت المره دي ولد. وعدت بعد كده سنين، واكتشفت بعد كده انه متجوز عليا في السر، ومخلف منها بنت من سن بنتي. اتصدمت وانهارت، واخدت اولادي ورجعت بيت اهلي، وطلبت الطلاق، ولكن هو رفض يطلقني، وفضل يتحايل عليا علشان ارجع له. وفي الاخر وافقت بشرط يطلق مراته. الاول كان رافض علشان البنت، ولكن لما خيرت بيني وبينها اختارني انا، ورجعت بيتي تاني. بنته كانت مع مامتها، بس بعد فترة طليقة جوزي اتجوزت وسابت بنتها، واضطر جوزي يجيب البنت عندنا في البيت. هي سنها من سن بنتي، وكانت أول مرة أشوفها. وأول ما شفتها اتصدمت صدمة عمري من جمال البنت. فعلا البنت كانت جميلة جدا، قمة في الجمال، وأجمل من بنتي بكتير. وفجأة سمعت اخوات جوزي بيقولوا إنها تشبه أمها. أنا في اللحظة دي دخل قلبي غيرة وغل من البنت، لأن في الأساس يعتبر جمالي متوسط، يعني مقارنة بيني وبين البنت أنا ولا حاجة. وبدأت أشوف البنت دي كأنها هي اللي ضرتي. بقيت استنى زوجي يطلع من البيت، بقيت اخليها هي اللي تقوم بكل واجبات البيت، مش قادره، واني اخلي الشغاله هي اللي تعمل شغل البيت لانها مش بتعرف. كنت ارد عليها واقول لها لو عايزه تعيشي معانا لازم تعملي كل اللي اقولك عليه. وكان اول ما يجي زوجي يتغير اسلوبي معاها تماما. كنت اعاملها قدام زوجي زي ما بعامل بنتي، واحسسه اني ما بفرقش ما بينهم. بصراحه هي كانت بنته مؤدبه جدا، عمرها ما اشتكت لباباها وقالت له على اللي بعمله معاها. ودخلت السنين بعد كده، والبنت كانت كل ما تكبر ما شاء الله كانت تزيد جمال اكتر من قبل، تكبر وتطلب طلبات البنات. كنت ارفض وامنع عنها المصروف اللي سابهولها باباها، وادي بنتي واجيب لها اللي هي عايزاه قدامها علشان اقهرها واكسرها اكتر. كبرت البنت، وكنت كل ما اعدي من قدام اوضتها اسمعها بتدعي ربنا بتستنجده ان يخلصها من اللي هي فيه. وكل ده ما هزش مني شعريه واحده. وفي يوم من الايام كنا خارجين كلنا نتعشى بره، جوزي وانا واولادي، هي ركبت ورا، وانا واولادي وجوزي كلنا ركبنا قدام. طول الطريق كنا عمالين نضحك انا واولادي وزوجي، وهي ورا ولا كانها موجوده. وفجاه واحنا في الطريق انحرفت العربيه عن الطريق. عملنا نبت الوعي ومحسيتش باي حاجه بعد كده. وفجأة صحيت لقيت نفسي في المستشفى، حواليا اخواتي واهلي كلهم عمالين يعيطوا. جيت اتحرك علشان اقعد، لقيت نفسي مش قادرة اتحرك وعاجزة اني اقوم خالص. سألتهم انتوا بتعيطوا ليه، وفين اولادي وجوزي، وايه اللي حصل؟ رد عليا اخويا وقال لي الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ولادك الاتنين تعيش انتي. انهارت وفضلت اصرخ واعيط، حرفيا اتدمرت من الخبر وما كنتش مصدقاهم. وسالتهم عن جوزي، قالوا لي ان جوزي دخل في غيبوبه. طلبت منهم انهم يقوموني علشان مش قادره اقعد. سكتم كلهم ومحدش رد عليا،
بعدها دخل الدكتور وعرفت منه اني مش هقدر امشي تاني ولا حتى اقف على رجلي، وانه مع الوقت والعلاج الطبيعي ممكن يحصل معجزة واقدر اتحرك تاني. انفجرت من العياط والصوت وما كنتش عايزه اصدق اللي الدكتور بيقوله، وفضلت اقول للدكتور انا ما متش ليه، موتوني وخلصوني من اللي انا فيه. وفجاه دخلت عليا بنت جوزي، وسبحان الله ما فيهاش اي خدش، هي الوحيده اللي نجت فينا وما حصلهاش اي حاجه. اول ما دخلت عليا وشافتني فضلت حضنتني وفضلت تعيط، ولقيت نفسي بعيط على عيطها وبتقطع من جوايا، وافتكرت كل اللي عملته فيها. وقتها المستشفى سمحت لشخص واحد يكون مرافق ليا، والمرافق الوحيد اللي اتمسك بيا اكتر من اخواتي واصحابي، واصرت تبقى معايا هي بنت جوزي، وفضلت في المستشفى معايا لمدة 3 شهور. وهي طول الفترة دي كانت معايا بتغدبني بحب، ولا كلت ولا ملت، وكانت بتغدبني وهي بتعيط علشاني وحزينة عليا. اما انا كنت بتقطع من جوايا على معاملتها ليا، ما كنتش عايزاها تعاملني بحب، كنت عايزاها تعمل معايا زي ما كنت بعمل معاها، لاني كنت متأكدة ان اللي حصل لي كان بسبب ظلمي ليها وبسبب دعوتها، فكنت عايزاها تاخد حقها مني، يمكن ربنا يسامحني ويغفر لي على اللي عملته معاها. ومر فترة بعد كده مفيش يوم حسستني فيه انها زهقت او تعبت، بالعكس دي كانت بتهون عليا وكانت بتحاول تخليني اضحك علشان انسى. جوزي كل الوقت ده كان لسه في الغيبوبة، ولما خرجت من المستشفى قررت ان ارجع بيت اهلي، علشان جوزي لما يفوق مش عايزاه يشوفني في حالتي اللي انا فيها دي. لكن بنت جوزي رفضت جدا ارجع بيت اهلي. قلت لها خلاص انا بقيت مشلوله، ولما باباكي يخرج من المستشفى اكيد هيتجوز واحده غيري علشان تقدر تعوضه وتخلف له تاني، فخليها تيجي مني انا. قالت لي مستحيل اسيبك، خليكي معايا انا هخدمك من عيوني، كفايه اخواتي اللي ماتوا وسابوني، وبابا اللي دخل في غيبوبه مش عارفين هيفوق منها امتى. ارجعي لامك. قالت لي انت عارفه اني ما اعرفش اي حاجه عن امي ولا اعرف لها اي مكان بعد ما اتجوزت وسافرت، ده غير اصلا عمرها ما سالت عليا ولا فكرت تشوفني مره. ليش انت كمان زيهم، ولو بابا حب يتجوز يمشي هو، ده بيتك انت. بصراحه انا سمعت كلامها وقعدت معاها، وفضلت تخدمني لدرجه انها كانت بتعمل لي حاجات لو بنتي عايشه مش هتعملها معايا. وبعد فتره خرج زوجي من المستشفى، هو فعلا سكت فتره، بس بعد كده قال لي خلاص انا هتجوز، ومشي وسابني وبدأ حياة جديدة ونسيني كليا، حتى ما بقاش يسأل عليا بالتليفون. واللي فضلت معايا بنت جوزي. قلت لها يا بنتي بكرة تتجوزي وربنا يرزقك بالزوج الصالح اللي يعوضك، انتي طيبة وتستاهلي كل خير، انا ذنبك وظلمتك كتير، ودلوقتي برضو بظلمك وبعذبك بخدمتك ليا. ردت عليا وقالت لي اوعي تقولي كده، بالعكس انتي بالنسبة لي في مقام مامتي، وانا ما اعرفش ام غيرك، وخدمتك واجب عليا. ولو على الجواز انا قلت لبابا اللي عايز يتجوزني شرط الوحيد يجي يعيش معانا هنا علشان افضل معاكي، غير كده انا مش هتجوز. حاليا كل اللي بتمناه من ربنا انه يسامحني ويغفر لي على اللي عملته في حقي.